يعني والله ما أفهم لماذا البعض يقلل من إنجازات من يمثلهم كسوريين في الخارج بكل فخر. اليوم جاي أتكلم نقطة مهمة عن بعض الأشخاص اللي يفوت ويدخل ويسب في التعليقات، واللي يفوت ويدخل ويشتم، اللي يفوت ويدخل ويتكلم كلام ما أنزل الله به من سلطان، كلام مش منطقي. لك أنت تتكلم مع لاعب بحجم وقيمة عمر السومة، ايش بينك وبينه؟ شخص ما تعرفه، شخص ما لك شايفه. لكن المشكله البعض يعلق والله والله وما يعرف يجوز معنى كره القدم، ما يعرف عمر السومه ايش عم يلعب. هذه مهزله، يعني هذه اخوان اصدقاء نريد الحد منها، وكله راح يكون بفضل كل شخص ايجابي يحب العقيد ويدعمه ويشجعه ويعرفه. اخواني اصدقائي، يعني لا افهم لماذا البعض يقلل من انجازات من يمثلنا كسوريين في الخارج بكل فخر. لاعب اسطوره مثل عمر السومه يعزز رقمه كهداف تاريخي للدوري السعودي، يعني إلى 156 هدف، دوري يضم يعني أسماء ونجوم مرعبة. ترى البعض يقلل من الهدف بحجة أنه من ضربة جزاء، وين المشكلة؟ لك يعني اليوم الأرجنتين توجت بكأس العالم بإيش؟ بالبلنتيات، يعني أغلب مباريات تم حسمها بالبلنتيات. كريستيانو رونالدو هو ملك البلنتيات، وهذا حال كرة القدم، هذا حال النجوم. سيرجيو راموس مدافع في ريال مدريد في موسم من المواسم يعني سجل أعلى نسبة هدفية لمدافع في تاريخ الدوري الإسباني. من ماذا؟ من البلنتيات، من الجزاءات. لكن ليش أنت اليوم جاي تقلل؟ يعني إخواني أصدقائي، عندما الشخص يكون من بلدك يطرح شيء، يعني يقدم شيء، ترى يعني إخواني أصدقائي ليش التعليقات؟ ليش الشتائم؟ ليش يعني الكلام اللي ما له داعي يعني بدون سبب؟ يعني أنت اليوم تتكلم إخواني أصدقائي يعني إنسان خرافي يقدم سيمفونية في تاريخ كرة القدم. البعض ينتقص من عمله انه قادر انه يعني يفعله ب5 دقائق. طيب انت اللي تعلق التعليق السلبي ايش قدمت؟ ايش يعني يعني اللي وصلت له؟ سوريا تنهض اسرع عندما يعني تشجع البعض للبعض الآخر، خاصة عندما يمثلنا هؤلاء بالخارج. أنت اليوم هذا الشخص اللي تنتقده نقد سلبي، اليوم هذا هو يعني سفير، يمثلك، يمثل أي إنسان يعني من بلدك. لكن احنا ندعم فقط الإيجابي، أما السلبي لا. إخواني أصدقائي الأعزاء، نبغى منكم وعي وعي وعي. هذه مرحلة وفترة تحتاج إلى وعي، ونكون دائما خلف لاعبينا، خلف منتخبنا، خلف أي شخص يعني يمثل بلدك، لكن بالطريقة الإيجابية وبالطريقة الصحيحة، بغض النظر عن الأشخاص السخيفة اللي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. اكتب لي إيش رأيك بالتعليقات، ولكم منا كل محبة واحترام وتقدير، وشكرا لكم.